عمرك حسيت قبل كده بالذنب عشان اخدت شويه راحه؟ حسيت قبل كده ان يومك ضاع من غير ما تعمل فيه ولا حاجه؟ الوقت اللي بقينا عايشين فيه دلوقتي بقى بيقدس حاجه اسمها الانشغال، انك تبقى مشغول على طول ومفيش ولا ثانيه انت فاضي فيها. لو انت مش تعبان وموجود على طول فانت كده مش بتشتغل كفايه، وده اللي اقنعونا بيه. لكن الحقيقة إن في خيط رفيع جدا ما بين الإنتاجية الحقيقية وما بين ما يسمى بالإنتاجية السامة أو توكسيك بروتاكتيفيتي. وقبل ما نبدأ هنقسم الحلقة لأربع أقسام. القسم الأول تعريف الإنتاجية السامة. الإنتاجية السامة مش كمية الشغل اللي أنت بتنجزها، الإنتاجية السامة هي شعورك تجاه نفسك لما ما تشتغلش وقت كبير، أو هي الرغبة إن تكون مثمر حتى في وقت فراغك. طبعا ده غير صحيح بالمرة لأن بيكون فيها إهمال لاحتياجاتك الأساسية زي النوم والأكل الصحي والجلوس مع الأسرة. بيكون فيها توقعات مزيفة، بتحط قائمة مهام أسبوع كامل بتضغط نفسك فيها في يوم واحد بس. كمان بتربط القيمة الذاتية بتاعتك بالحاجة اللي أنت أنجزتها النهاردة بس. لازم تعرف الفرق بين الإنتاجية والكفاءة والفعالية. الإنتاجية بروتاكتيف هي زيادة حجم ومعدل الإنجاز والعمل لساعات أطول لتحقيق ناتج أكبر. الكفاءة efficient بتيجي من تحقيق أعلى ناتج بأقل جهد أو تكلفة ممكنة، وبيكون فيها استغلال الموارد والوقت. الفعالية effective هي تحقيق النتائج الصحيحة اللي تتماشى مع الأهداف والرؤية، والتركيز فيها بيكون على المهام نفسها. حاول تاخد بالك من الثلاث حاجات دول. القسم الثاني كيفية الوقوع في فخ الإنتاجية السلبية. جزء كبير من المشكلة هو المقارنة الرقمية. بنفتح وسائل التواصل الاجتماعي بنشوف الكل بيطحن نفسه حرفيا، ده بيخلق ضغط نفسي انك تبقى عايز تكون زي الناس دي وانت لسه واقف مكانك. في القانون في مبدأ بيقول العدالة المتأخرة هي عدالة مزيفة، وفي الإنتاجية المبدأ بيقول العمل بدون وعي هو إنجاز وهمي. انت بتستهلك طاقتك او بتعمل بيرن اوت من غير ما توصل لنتائج حقيقية. باللغة العامية بتحرق في نفسك. يعني أهم جوانب الإنتاجية السلبية من حيث الآثار الصحية بتؤدي إلى الإرهاق المزمن والقلق والاكتئاب والإجهاد النفسي والجسدي. علامات وهمية: الشعور بأن الراحة إضاعة للوقت ومقارنة الإنجازات بالآخرين باستمرار، والضغط المفرط في العمل لوقت طويل. ضعف الإنتاجية الصحيحة بتتأثر سلبا بالقلق وقلة النوم، وضعف في المهارات واتخاذ القرار بيجعل الإنتاجية غير فعالة. عادات سلبية زي العمل لساعات إضافية طول التخطيط الجيد لها مسبقا. القسم الثالث كيف تخرج من هذه الدائرة. فلسفة عدم فعل شيء أمر ضروري مهم جدا. اسمح لنفسك ببعض الوقت الغير مثمر، ومارس الهوايات اللي بتحبها من غير ما تحس بأي ذنب. خطوات الخروج من الإنتاجية السامة: رقم 1 مبدأ الجودة لا الكمية. ركز على المهمة واحدة عميقة، وده اللي بيتسمى بالديب وورك بدل من 10 مهام سطحية. رقم 2 تعريف وقت الفراغ المقدس. الراحة ليست مكافأة عن العمل، الراحة جزء من العمل نفسه. بدون شحن البطارية هتموت. رقم 3 قاعدة الثلاث مهام. ابدأ يومك بثلاث أهداف رئيسية فقط، أي شيء إضافي هو بونص وليس واجب عليك. رقم 4 فصل الهوية عن المهام. أنت إنسان ومش آلة إنجاز عشان تفضل شغال باستمرار. قيمتك ثابتة سواء أبدعت اليوم أو احتجت للنوم. الخروج من فخ الإنتاجية السامة يتطلب تحولا جذريا في العقلية والاعتراف بأن الراحة ليست ضعفا بل ضرورة لاستمرار العطاء. الإنتاجية السامة هي الرغبة القهرية في الإنجاز على حساب الصحة النفسية والجسدية. القسم الرابع إعادة تعريف الإنتاجية الحقيقية. عشان تبني إنتاجية ذكية لازم تركز على الوقت اللي بتكون فيه بكامل طاقتك وبكامل تركيزك. المجهود اللي هتبذله وقتها هيضيف لك قيمة محدش أبدا ممكن يتخيلها. والضمان الاستدامة لازم أن يكون في جزء كبير في تطوير ذاتك، ده هيعزز نموك في المستقبل. إعادة البناء الحقيقية بتتطلب شجاعة للتخلي عن أساليب العمل التقليدية واستخدام أساليب أكثر مرونة وذكاء. وفي النهاية خليك فاكر دايما ان الهدف من الانتاجية هو ان تعيش حياة افضل، مش انك تستهلك حياتك من اجل الانتاجية. ابدأ النهاردة بمسامحة نفسك في الحاجات اللي انت ما انجزتهاش. ولو عجبتك الحلقة قولي في التعليقات امتى حسيت بضغط الانتاجية السامة وتعاملت معاها ازاي. طبعا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. سلام.